وكانت كرامة الكهنة في العهد القديم تساوي كرامة الأنبياء، ويمكن أكتر. ليه يمكن أكتر؟ لأنه بجانب أنه الناس بتعرف منه أوامر ربنا، أنه هو مكلف بصلاحيات وبمسؤوليات حتى الأنبياء ما يقدروش يعملوه. يعني اللي كان مؤتمن على الشريعة هو الكهنوت، واللي كان مسموح له بتقديم الذبايح هو الكهنوت مش الأنبياء. علشان كده كان كهنوت العهد القديم له مكانة عالية، مكانة متميزة، صلاحيات حتى الأنبياء ما يقدروش يعملوه. الجبة اللي ملبوسة عليها تبقى اسمنجوني ده لون السماء، علشان يقول لنا أن هذا الكاهن إن كان احنا شايفين بشر قدامنا لكنه كائن سماوي، بشر في وسطينا، لكن بنعمة الكهنوت صار كائنا سماويا. العمامة اللي محطوطة على راسه رمز للملك، يحط صفيحة على قرطه مكتوب عليها قدس للرب رمز للتكريس. شوفوا القداسة، البهاء، المجد، النقاوة، الطهارة، سعة الصدر، طول الأناة، السماوية، الملك، التكريس. يوحنا ذهبي الفم، وده أكتر واحد اتكلم عن الكهنوت، يقول الكاهن يعير، عارفين يعير يعني ايه؟ يعني يسلف، يعير صوته ويديه للمسيح، والله هو الذي يفعل كل شيء. يعني مجرد ان انا كاهن فصوتي ده ما بقاش صوتي، وايديا دي ما بقتش ايديا. يوم ما ابونا بيدي الواحد فقير حاجة، هو بيديله من ايد الايه؟ المسيح. يوم ما ابونا بيقول للواحد الله يحلك، بيقول له من لسان المسيح. يوم ما ابونا بيقف يبارك، بيبارك ببركة الايه؟ المسيح. عشان الناس اللي بتشككنا في الكهنوت